كان يأكل الناس الكلاب والقطط والفئران والحشرات، حتى براز الحيوانات أكلوها، وأكلوا جثث الميتة في الشوارع، ونبشوا القبور ليأكلوا الأموات، ونقص عدد بعض المدن للنصف، وبعدها قد خلت تماما من البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الرسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبابي المشاهدين، سمعنا كثير عن المسلم الإرهابي اللي يجي يصلي فبنسجنه، واللي بيجي بيصوم بنسجنه، واللي بتيجي تتنقب فنسجنها. طبعا هذا في أوروبا. ليش؟ لأنه يا أخي المسلمين إرهابيين. شوف داعش صار اللي يصلي في المسجد إرهابي. ليش؟ شوف داعش. بما إنه في الحقيقة هو داعش أصلا حربها بينه وبين المسلمين، مو حربها مع الكفار ولا يعني غير مسلمين، نصارى يهود، لا، حربها مع المسلمين أصلا، يعني بفجروا مساجدنا. لكن هل ممكن مثلا نسوي نفس الشيء مع المسيحيين النصارى؟ خلينا نشوف بعض من الطوائف النصرانية. أولا، حرب 30 عام، وهي حرب استمرت ل30 عام بين البروتستانت، طائفة نصرانية، والكاثوليك، واللي هي طائفة نصرانية أيضا. كانت عام 1618، استمرت حتى 1648، يعني تقريبا 30 عام بين الكاثوليك والبروتستانت. هذه المعركة فيها جيوش مختلفة: الجيش الألماني والدنماركي والسويدي والبوهيمي والأسباني والفرنسي. كل هذه الجيوش مارست شتى أنواع الإجرام. أطلقوا العنان في القتل والتعذيب والتدمير، وعاشت على السرقة ونهب حبوب الفاكهة والماشية والحقول، يأكلون ثم يحرقون المحاصيل حتى لا تقع أيدي الأعداء مستقبلا على هذه المحاصيل، مما أدى إلى حدوث مجاعات عظيمة للفلاحين وعامة الشعب. كان يأكل الناس الكلاب والقطط والفئران والحشرات، حتى براز الحيوانات أكلوها، وأكلوا جثث الميتة في الشوارع، ونبشوا القبور ليأكلوا الأموات، ونقص عدد سكان بعض المدن للنصف، وبعدها قد خلت تماما من البشر. واعتبر الجنود أن المدنيين مجرد عبيد لا قيمة لهم، فأطلقوا الرصاص على أقدامهم في الشوارع، وجندوهم لخدمتهم، وخطفوا أطفالهم من أجل الحصول على الفدية، وأشعلوا النار في مخازن التبن، وأحرقوا كنائسهم لمجرد التسلية. متخيلين؟ أحرقوا كنائسهم لمجرد التسلية. وقطعوا يد وأرجل قسيس بروستانتي لأنه قاوم تحطيم الكنيسة، وربطوا القساوسة تحت العربات، وأجبروهم على الزحف على أيديهم وأرجلهم حتى خارت قواهم من الإعياء. تناقص عدد سكان ألمانيا بسرعة أثناء الحرب، وكان التناقص ضخما جدا وفاجعا. ذكر في بعض التقديرات المعتدلة بأن عدد سكان ألمانيا والنمسا هبط من 21 إلى 15 مليونا، مما يعادل ثلث الشعب، ومات فيها نصف الذكور. أما بالنسبة لسكان بوهيميا فهبط من 3 ملايين إلى 829 ألف قرية هجرها أهلها من بين 35 ألف. وهناك مئات من القرى لم يبقى فيها أي ساكن، خلاص انتهت. وقد يقطع المرء في بعض الأقاليم 60 ميلا دون أن يرى قرية أو بيتا من شدة الدمار. ودي واحدة لسه ما خلصنا.